هنرجع ناخد الأسئلة مع بعضنا بإذن الله. تمام. نبدأ كده، أعمل لكم شير سكرين ونظبط الدنيا. ادوني دقيقتين كده أفتح لكم شير سكرين. طيب يا شباب، يلا بينا نبدأ كده. يعني نعرف إيه الأو بي، والأو بي ده هو عبارة عن كود ولا عبارة عن إيه، ولا كونسبت ولا طريقة كتابة، ونمشي خطوة خطوة مع بعضنا كده في نظام السيشن النهاردة. أولا كده أنا عايز أعرفكم إيه هو الأو بي. الأو بي هو بلو برنت، حاجة أنا بكتبها، طريقة كتابة. تمام. طريقة الكتابة دي بتطبق على أكتر من لغة، جافا، سي بلس بلس، بايثون، باختلاف بقى كل واحدة بتطبق عليها إزاي. تمام. زي ما قلت لكم، اللي هو بي هي طريقة كتابة وطريقة تنظيم للكود. ماشي. احنا في الاو بي هنمشيها بالجافا. هنتعمق فيها، هناخد كل الالجوريزمات بتاعتها. ماشي. احنا معانا 4 الجوريزمات، ماشي، او 4 اشكال الكتابة يعني. اولهم طبعا الشهيرة بتاعتنا الانكابسوليشن. الانكابسوليشن هنخش جواها ونعرف يعني ايه تغليف، يعني ايه بنغلف الحاجة، يعني ايه تبقى عارف تحافظ على البيانات والداتا بتاعتك. تمام. بعد كده هنيجي نجلي من الانكابسوليشن على طول على الانهيرتنس. ماشي. هنعرف ازاي نورث. هناخد تريكات، هنعرف في شوية حاجات كده لازم ناخد بالنا منها في الوراثة، النقط اللي ممكن نقع فيها. بعد كده هنيجي داخلين على الابستراكت كلاس والانترفيس، ودول متعة الاو بي. تمام. بعد كده هنختمها بإذن الله بالبوليمورفيزم.
وانا حابب اضيف عن كونسبت مع الانترفيس وهحبه اسمه كومبوزيشن. تمام كده احنا عرفنا الاربع اشكال بتوع الاو بي، بس انا عايز ابدا معاكم في الاول نعرف يعني ايه كلاس اصلا، يعني ايه كلاس، يعني ايه اوبجكت. احنا هنخش كده في الاو بي مره واحده، مش هينفع نخش في الاو بي مره واحده غير لما نعرف يعني ايه كلاس، الكلاس ده بيتكون من ايه، بيتكتب ازاي، ماشي، اشكاله عامله ازاي. الكلاس هو بلو برنت. يعني ايه بلو برنت؟ يعني هو طريقه كتابه كده، بنحط جواها الحاجه بتاعتنا. تمام. آه، انتوا مش باين لكم انا غيرت الشاشه صح؟ شكل. تمام. آه، الكلاس هو عباره عن بلو برنت زي ما قلت لك. البلو برنت ده بيبقى ليه اتريبيوتس، ليه ميثودز، ماشي، ليه اتريبيوتس وليه ميثودز. تمام. معتز عايز حاجه؟ معز يعني تعمل مايك. معز تقدر تفتح هو السكرين مش شغال، المايك. بس لو فاكره مش شغال. السكرين مش شغال ايه، يعني. السكرين مش شغال. السكرين مش واضحه قدامكم؟ لا، متاكد؟ هو عندي انا مش واضحه ماشي صراحه. ثانيه واحده طيب، ماشي ثانيه واحده. عبد الكريم، السكرين مفتوح عندك تمام شغال. ولا؟ اه شغالة، شغال السكرين. دي مشكله نت يا معاذ، ماشي. حاول اه تمام. تحلها من عندك انت. تمام، شوف. طيب نرجع لكلامنا. ماشي. الكلاس انا عايزكم تتخيلوا معايا ان هو آه شويه اتريبيوتس وشويه ميثودز. بس يعني ايه شويه اتريبيوتس وشويه ميثودز؟ هو فعليا الكلاس ده مش حاجه حقيقيه نقدر نربطها بالواقع. تمام. يعني انا بفرغ التفكير بتاعي، بحط التفكير بتاعي في شويه كلام كده لحد ما اطلع بيهم برودكت حقيقي. البرودكت الحقيقي ده بتاعي هيبقى الاوبجكت. انا لحد ما اطلع اوبجكت من المين بتاعي، انا اسمي لسه بصمم في الكلاس. الكلاس بتاعتي تقدر تبقى تشيل اتريبيوتس، تقدر تشيل ميثودز، اديها انكابسوليشن لحاجات. الميثود بتاعتي تبقى برايفت، تبقى بابليك. الحاجات دي انا اقدر احافظ عليها، كل ده جوه الميثود جوه الكلاس بتاعتي. تمام. آه، دي حته كده للكلاس. تعالوا اوريكم شكلها في الكودينج هيبقى ازاي. هي زي ما انتم شايفين كده. تمام. بتتكتب كده بابليك كلاس. حته بابليك كلاس دوج دي انت كده كتبت الكلاس بتاعك، عرفت ان هو بابليك، عرفت ان ده كلاس اصلا. تمام. اديته اسمه واديته القسم بتاعته. تمام. تقدر بقى تخش تكتب اتريبيوتس زي ما انت عايز، تخش تكتب ميثودز زي ما انت عايز. وده الكلاس هو ما بيبقاش واخد اي مساحه من الميموري بتاعتك لحد ما تعمل له اوبجكت. لحد ما تبدا تعمل له اول اوبجكت، ده كده انت ابتديت فعليا تنتج الديزاين بتاعك. تعال نتخيلها زي ان انت عايز تعمل تصميم العربيه. تصميم العربيه بتاعك ده هيبقى العربيه دي لونها ايه، ماشي، العربيه دي شكلها عامل ازاي. تمام. العربية دي هاتشباك، العربية دي هتبقى كاملة. تمام. الألوان، الموتور بتاعها هيبقى كام أمبير. الحاجات دي كلها. تمام.
تيجي بعد كده تحط شويه ميثودز. في الميثود بتاعتك انا حطيت مثلا ازاي اشغل العربيه دي. العربيه دي بيبقى فيها فرامل، هوقف العربيه دي امتى، هشغل العربيه دي امتى. كل ده بيبقى جوه الميثود بتاعتك. تمام. كل ده انا بصمم، كل ده الديزاين بتاعي لحد اما اروح اعمل اول اوبجكت منهم. مجرد ما اعمل اول اوبجكت منهم يبقى انا كده فعليا كاني عملت اول عربيه اقدر اتحكم فيها. اديتها لون، اديتها الامبير بتاعها، اديتها السرعه بتاعتها، اديتها العربيه دي نوعها ايه، الموديل بتاعها عامل ازاي. كل ده انا اديته له من الاوبجكت. كل ده انا حججته في الاوبجكت، حتى لو انا مش هدخل الاوبجكت ده حاجه حاليا. وده هنقولنا لحته تاني آه اسمها الكونستراكتور. تمام. هنقولنا لحته تاني اسمها الكونستراكتور، وهنعرف مع بعض يعني ايه كونستراكتور. بعمل كونستراكتور ده ليه. تمام. تعالوا كده نشوف في الكود هنا، نتفرج مع بعضين. يعني انت عندك في الاول اهو كده عندك الكلاس بتاع المين بتاعك. تمام. الكلاس بتاع المين ده جواه تاني اهو الميثود بتاعت المين. ماشي، نديها بابليك كلاس مين. دي اول حاجه هتقابلها في حياتك في الجافا. اول ما هتبدا مشروع جديد في الجافا هتيجي مقابل دول كلاس والميثود بتاعتك. تمام. الكلاس بتاعتك هتعمل فيها ايه؟ تعالى نديها احنا اديناها اول ميثود. تعالى سيبكم من كلاس المين، احنا شفنا شكل كلاس المين. تعالى نعمل احنا كلاس جديده ونلعب فيها شويه، نشوف احنا ممكن نعمل ايه في الكلاس دي ونقدر نطلع منها كلاس. نعمل مثلا كار. الستة اللي رافعين دي ده فيها حاجة غلط صح؟ محمد المايك مفتوح لك. محمد المايك مفتوح، في حاجة معاك؟ يا شباب في مشكلة معاكم ولا؟ عشان بس أكمل، الأربعة اللي رافعين إيديهم أي واحد فيكم يفتح المايك. سكرين مش ظاهر. مصطفى المايك معاك. سكرين مش ظاهر. السكرين مش ظاهر. طيب ثانية واحدة. طب لو كلكم مشكلة السكرين كله ينزل إيده خلاص. أنا هحاول أحل لكم مشكلة السكرين دلوقتي. لو مشكلة السكرين لسه مكملة حد يرفع إيده. طب ادوني رياكتات، طيب أي حاجة، عارف إن السكرين تمام.
تمام كده السكرين تمام واضح. طيب تعالوا نخش في جزئية الكلاس. تعالوا نشوف هنعمل ايه في الكلاس، تمام، وهنمشيه ازاي. طيب احنا تعالوا ندي كده في الكلاس اتريبيوت كده من نفسنا، ونتخيل مثلا شكل العربية بتاعتنا، ماشي. فاحنا هنقول انت السبيد مثلا، تمام، مش هنديله حاجة، تمام. وهنقول مثلا string الكلر، وهنعمل string للموديل، ماشي. دول كفاية. تعالوا نعمل مثلا ميثود مثلا نسميها زيتون. تمام. تعالوا كده هنعمل ميثود سبيد، وهنطبع فيها كود سيئة شوية. تعالوا نطبع فيها 2000 مثلا، تمام. كده احنا عملنا الاتريبيوت بتاعتنا، تمام. الكلاس بيجي فيه ميثود جواه. الديزاين بتاعنا، احنا عملنا ديزاين للعربية. تعالوا بقى احنا عايزين نعمل اوبجكت حقيقي، ويبقى معانا الحاجة دي حقيقية في ايدينا، تمام. فتعالوا كده هنعمل اوبجكت. ازاي بنعمل اوبجكت؟ نجيب اسم الكلاس بتاعنا اللي هو الكار، ماشي، وهعمل سي 1 الاوبجكت بتاعي، وهاجي اعمل له نيو كار. طيب ايه محتويات اللي انا كتبته ده؟ انا كده بالظبط كل اللي عايزك تعرف في الجزئيه دي ان انا عملت اوبجكت جديد. الاوبجكت الجديد ده قادر ياكسس على اي حاجه من الكلاس بتاعتي ويندمج، تمام. اقدر اروح ادي للسبيد دي رقم، اقدر اروح ادي للسترينج دي رقم، اقدر اروح ادي للميثود بتاعتي دي هنا رقم، اديها اقول لها الطبيعي، تمام. انا منادم كل الحاجات دي طالما اوبجكت، انا قادر اتحكم في كل ده. انا بيجي معايا عنصر عربيه رئيسي. العنصر العربيه الرئيسي ده لو قلت سيون كده، ماشي، هتلاقي معاه الكلر، اقدر ادي له قيمه، الموديل اقدر ادي له قيمه، السبيد، وفانكشن السبيد اقدر اخليها تطبع. تعالوا كده نجرب نخلي فانكشن السبيد بتاعتنا ايه تطبع، ونشوف هتطلع لنا ايه. بص هي طلعت لنا اللي موجود في الميثود على طول، تمام. طيب كده احنا عرفنا كده احنا عرفنا ان احنا نقدر ناكسس اي حاجه من الاوبجكت بتاعنا، تمام. في عندي انواع من الاوبجكت. يا ريت يا شباب، عشان انا مش عايز ابص على السكرين كل شويه، تمام. اللي رافعين ايديهم لو عندهم مشاكل يا ريت يبقى ايه، لو عندهم اسئله ينزلوها دلوقتي، ونخلي الاسئله في الاخر، تمام. هيبعت لكم فورم هتسجل الاسئله بتاعتكم. بس لو في عندكم مشاكل دلوقتي يا ريت ترفعوا ايديكم وتقولوها، يعني ما حدش يرفع ايده غير على مشكله. يوسف المايك مفتوح معاك، ايه المشكله؟ هو السكرين واقفة ما بتتحركش.
هي حاليا واقفة، أنا ما كتبتش حاجة، أنا ما قدمتش غير كلاس الكار. مش باينة قدامكم؟ مش عارف ايه فكرة التوجل الجاهز.